يا بابا المفروض حضرتك تتكلم، مش هتقول لنا الاجتماع العائلي ده علشان ايه؟ مش عارف اجيبها لكم ازاي. احنا لو ما حسبناهاش صح مش بس هننزل طبقة ولا مستوانا الاجتماعي هيتشلوح، احنا احتمالنا ننقرض وانتوا هنا نايمين على ودانكم. انا سايبه الاكل على النار، يا ريت ننجز ونخلص. نظرا للظروف الاقتصادية والتضخم والكوارث وفيروسات ودعك في اوكرانيا، احنا محتاجين نعيد ترتيب اولوياتنا ونقيم علاقاتنا ونقنن مصاريفنا ونحجم استهلاكنا بشكل يتناسب مع قدرتنا على الانتاج، والا ايه؟ هنرجع نعيش في كوب يعني؟ لو ما عدناش ترتيب أولوياتنا هتبقى فرصة بقائنا على قيد الحياة ضعيفة. احنا بنعيش صراع أبدي ديني ومادي واجتماعي وغذائي. طيب وايه المطلوب بقى؟ نبطل ناكل ونلبس يعني؟ مش فاهمة. تبطلي تصرفي نص مرتبة على المانيكير والباديكير والشادوكير. عاوزك تتحولي من ست بيت مستهلكة لمنتجة. ايه الحل يا بابا؟ البولت بقى ب80 جنيه والكتكوت ب50، يعني في أولويات دلوقتي. لازم نأمن مصادر أكلنا وشربنا وننوع مصادر دخلنا. احنا ممكن نربي كتاكيت على السطوح 50 يوم وتبقى فراخ جاهزة على التحمير على طول. انت كده بدأت تفكر صح من زاوية مختلفة. تلميذك يا بابا. احنا هنربي كتاكيت على السطوح. المصريين طول عمرهم بيربوا فراخ فوق السطوح وفي حوش البيت، احنا اللي بدأنا نتخلى عنهم عشان دوشتهم وريحتهم وحشة، فتحولت الفراخ من شيء متاح في كل بيت وكل انسان مكتفي ذاتيا بفراخه لشيء بيتباع في السوق وله بورصة. يعني احنا نربيهم معانا ونحبهم ويحبونا وبعدين نذبحهم وناكلهم؟ عادي خالص. ولو مش عاجبك ممكن تتحولي قسم الخضروات وتبقي فيجيتيريان. لا فيجيتين ايه؟ خلاص ماشي. انا مستعد ابقى المسؤول عن تربية الفراخ. لا دي هتبقى مسؤولية امك، انت هتنزل تصطاد معايا. فراخ؟ لا سمك. السمك من البروتينات المتاحة حوالينا في كل ترعة ومصرف وعلى الكورنيش، حاجة كده ببلاش في المية ملهاش صاحب، والشاطر اللي يطلعها. بس انا ما بعرفش اصطاد سمك. لما تغمز تنتش، بس كده، لما تغمز تنتش. صعبة دي؟ تمام. كده أمنا مصادر البروتين من الفراخ والسمك. طيب واللحمة؟ يا بابا اللحمة دي هنحلها ازاي؟ والله فكرت في حوار اننا ممكن نجيب جاموسة وعجل ونجوزهم لبعض ويخلفوا، وبكده نستفاد لبن وجبنة ولحمة، بس ده مشوار طويل ويحتاج له 2 اقل حاجة، فهنقضيها لحمة برازيلي. خلصت عشان الأكل على النار بس. بمناسبة الأكل، المحاشي بأنواعها كرنب وكوسة وفلفل وبتنجان يا ريت نبطلها. الرز يتعمل سادة بدون زبيب وسوداني وورق غار. الحلويات بأنواعها تختفي، مش هنعمل غير شعرية بسكر. شعرية بسكر؟ شعرية بسكر. الله يرحم جدك كان عايش على بلاص مش. نكمل. المشروبات والعصاير بأنواعها ما شوفش وش أمهم على السفرة، بشوية مية بسكر وليمون، حاجة فريش وطبيعية و100 فل و10. طيب البيبسي والكولا بقى؟ مقاطعة أبدية حتى نلقى الله عز وجل. طب ممكن نعمل عصير برتقال مرة واحدة في الأسبوع يا بابا؟ تصطاد سمك كتير، أعمل لك عصير كتير. في تعليمات تانية ولا خلاص أروح أشوف الأكل؟ لا خلاص، أظن كده جاهزين نواجه الحياة وصراع البقاء اللي احنا داخلين عليه. حلو قوي، نفطر بقى عشان نستعد للصراع. للأسف الصراع بدأ دلوقتي. الحياة قاسية ما تديكش فرصة تاخد نفسك. والأكل بقى اللي أنا عمالة أحضره من بدري ده أعمل فيه إيه؟ حطيه في التلاجة، خلينا نوفر شوية. يلا بينا على الترعة نصطاد بروتين، مفيش وقت. يلا على الترعة هنتعشى سمك الليلة دي. يلا على الترعة. طب نفطر يا بابا، أنا جعان يا بابا. يلا على الترعة، مفيش وقت.